لو انت مش عارف تبدأ التصميم بتاعك بسبب ان انت مش لاقي الصور اللي هتشتغل بيها، سواء فيكتورز، بي ان جي، جي بي جي، او حتى ايكونز، حلك عندي. ده اول فيديو هنا على القناة. انا يوسف محمد، انا جرافيك ديزاينر وبعرف امنتج وبتعلم شوية كده في البرمجة. بما ان ده اول فيديو فهنبدأ بحاجة خفيفة كده، وهي المواقع اللي هتجيب منها ماتيريالز او فوتج تعمل بيها التصميم بتاعك، سواء فيديوهات او صور. بس في فيديو النهارده هنشتغل على الصور، الفيديوهات ده ليه موال تاني لوحده. كل المواقع اللي هقولها لك النهارده بتقدم الصور بشكل مجاني، بس في منها بشروط معينه هقول لك عليها في الاخر. هقول لك اللايسنس بتاعت كل موقع، يعني هل الصوره اللي انت حملتها ديت تقدر تستعملها لحاجات شخصيه، ولا عادي تنشرها على النت وتطبعها. حتى من غير ما نطول هنبدا باول موقع واسمه بيكسلز. الموقع ده مختلف عن الباقي لان هو فيه فوتج، فيديوهات وصور. الصور عليه زي ما انت شايف قدامك على الشاشة كلها حاجات بتبقى فوتوغرافية. تاني موقع معانا اسمه بي ان جي وينج. ده بكل بساطة موقع عليه بي ان جيز كتيرة جدا، فاهم انت، لأي حاجة انت ممكن تتخيلها بقى، لوجو انستجرام، اي حاجة ممكن تلاقيها جوه، فاهم انت. شخصية مثلا انت بتحبها في لعبة او مسلسل هتلاقيها جوه بي ان جي عادي جدا، فاهم انت. الموقع التالت اسمه myfont.com. دلوقتي انت شفت تصميم لحد تاني ولقيته كاتب على التصميم دوت بفونت كويس او خط كويس، فخد سكرين شوت او حمل التصميم نفسه، ما مش هتفرق يعني. ارفعه على myfont.com وعلم على الفونت دوت. الموقع هيقول لك اسم الفونت اللي الراجل دوت استخدمه. الموقع ده مفيد في حالتين. الحالة الأولى هو إن أنت مصمم والخط ده عجبك وعايز تستخدمه في شغلك العادي جدا، يعني مش حوار. يا اما انت لسه مبتدئ شويه وبتحاول تشوف تصاميم الناس بحيث ان انت تتعلم. معلومه كده في السريع، لو انت بتشوف يعني تصاميم الناس بحيث ان انت تتعلم، ما ترفعش التصاميم ديت على النت عشان يتقال عليك حرام، وانت فعلا حرام، ما تعملش كده. الموقع الرابع ده مفيد جدا لو انت لسه مش خبير قوي في الالوان، او اللي هو ايه، طب اخلي الخلفيه بلون ايه والخط بلون ايه، فاهم انت. وخلي الجريدينت بتاع الجريدينت ماب بتاع الصوره كلها بيبقى عامل ازاي. يعني الموقع اسمه كولر هانت. موقع بيبقى عارض لك باليتات كتيره جدا للالوان، انت بتختار منهم، وكل لون في الباليت لو دوست على الكود بتاعه هيتعمل له كوبي، تخش على الفوتوشوب او اي برنامج تحط الكود دوت واللون هيظهر لك. الحوار ده يفيد جدا الناس اللي بتعمل بيكسل ارت. هعرض لك صورة دلوقتي لشخصية انا عملتها بيكسل ارت يعني. كان لازم اختار صورة كل طبقة في الشخصية ديت. طبقة لون الجلد، والجلد وهو عليه ضلة، والوشاح الاسود بتاعه وهو عليه ضلة، وهو مظلم قوي وهو مفتح. في البيكسل ارت انت محتاج تختار الوان كتيرة جدا، فالموقع ده يبقى مفيد جدا، خصوصا بقى لو انت بتعمل خلفيات كمان مش مجرد شخصيات وخلاص. ساعتها ده حوار يعني، ربنا معاك، فاهم. خامس موقع والاخير اسمه فلات ايكون. الموقع ده بيقدم لك ستيكرز، تلاقي انيميتد ستيكرز، تلاقي ايكونز، فاهم انت، في كل حاجه، فاهم. مثلا لو انت شغال في مجال اليو اي اللي هو اختصار ليوزر انترفيس، ففي سيكشن في الموقع دوت اسمه انترفيس ايكونز. طب يعني ايه الكلام دوت لو انت مش شغال في الحته ديت؟ مثلا لو فتحت فيسبوك او اي برنامج في الدنيا هتلاقي علامه الهوم الصغيره، الايقونه بتاعت البيت ديت، لو دوست عليها هيوديك لصفحه الهوم، تمام. في ايقونه للشير وفي ايقونه لللايك وهكذا، دي اسمها انترفيس ايكونز. الحاجات دي انت ممكن تعملها مانيوال، بس هيبقى صعب جدا، ويعني ما فيناش دماغ للكلام دوت، فاهم. في حاجه زي ديت تحملها من موقع زي دوت، وكلها مجانيه. انت بس اتاكد ان وصلنا لنقطة اللايسنس. انت خش على كل موقع من دول، في كل موقع من دول هتلاقي فيه اللي بيقول لك كل حاجة لوحدها. يعني الفونت ده مثلا ده بفلوس، الفونت ده لا ده مجاني، ده للبيرسونال يوز، ده للكوميرشال عادي، فاهم. هي كل حاجة مع نفسها. وفي موقع تاني لا، هو الموقع كله شغال بقوانين محددة، يعني استخدم الحاجات دي عادي، بس لازم تحط اتريبيوشن، او اللي هو على فكرة انا الماتيريال اللي انا استخدمتها ديت من الارتست الفلاني. في مواقع تانية حتى مش محتاجة اتريبيوشن، فاهم انت. يعني يمكن الموقع الوحيد اللي مش مجاني بشكل كلي في القائمة ديت هي ماي فونتس. عدا ذلك كله مجاني، بس الفروقات بس في قوانين صغيرة، هل هو محتاج اتريبيوشن ولا لا. وبس ده كان الفيديو يا عم. قول لنا ايه رأيك كده في اول فيديو نعمله على القناة. ادعمنا، حط لايك، شير بتاع، فاهم. واكتب لنا تحت في الكومنتات لو الفيديو فادك بأي حاجة. وبس، انا يوسف محمد واشوفك الفيديو الجاي.